ازيكم حبايب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مشروب خطير وفظيع يا بنات وسحري. بجد تحفة تحفة المشروب ده. بينزل كمية دهون من الجسم فظيعة. وغير الفوائد بتاعته، فوائده حلوة خالص. كنت هقول لكم ايه. آه المشروب ده لازم نشربه الصبح اول ما نصحى من النوم، من غير اكل من غير اي حاجه. نشرب المشروب ده، هو بيبقى خطير، بينزل كميه دهون. لازم تصحي الصبح من النوم تشربيه قبل الاكل بساعه. يعني نشرب المشروب ده، نهدينا صحينا دلوقتي، نشرب المشروب ده ونقعد ساعه. بعد كده تشوفي هتاكلي ايه، بس لازم تظبطي اكلك. العيش ما ناكلش كتير. ماشي؟ يعني لو كلت رغيفين في اليوم تبقى كلت من العيش بتاع المخبز. غير كده لو تقلل عن الرغيفين يبقى احسن برضو. ماشي؟ اهم حاجة ما ناكلش عيش كتير. مش نقول المشروب ده وهو خلاص ناكل براحتنا والمشروب هينزل، لا ما هينزلش الواحد. عبارة عن ايه المشروب بتاعنا يا بنات؟ هنا معايا معلقة صغيرة بذرة كتان. بذور الكتان دي بتجيب من عند العطار. شايفين شكلها؟ مش عارفة واضحة كده؟ بذور الكتان ده خطيرة، وهعمل لكم انا عاملة وصفات كتير ببذور الكتان، وهعمل لكم تاني وصفات. بذور الكتان يا بنات معلقة صغيرة. معلقة صغيرة كمون، معلقة صغيرة نعناع. النعناع ده ناشف يا بنات، بيتجاب برضه من عند العطار، والكمون من عند العطار. يبقى معلقة من كل حاجة صغير. ماشي؟ هروح احطهم في كوباية مية على البوتاجاز يغلوا. يعني هحطهم في حاجة على البوتاجاز. اول ما بيغلوا بعد كده هوريهم لكم. ماشي؟ ومعايا في الكوبايه بتاعتي هنا معلقه عسل. هنا حاطه معلقه عسل. ماشي؟ تحط عسل اسود، بس هو لو عسل نحل يبقى احسن. ماشي؟ يبقى معلقه عسل. هتحط سكر براحتك، لكن انا هحط عسل عشان يبقى فايدته ده احسن. وهعصر نص ليمونه، بس لما بيبرد المشروب بتاعي خالص، عشان فايدة الليمون ما تضحش. يعني يبقى دافي كده دافيين، اروح عصرة الليمون بتاعي. مش هعصر الليمون وهو سخن، علشان فايدة الليمون برضو الفيتامينات اللي فيه ما تضحش. يبقى احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ هحط معلقة البذر الكتان ومعلقة الكمون ومعلقة النعناع الناشف في طبق او في حلة او في اي حاجة او في كنك او في اي حاجة على البوتاجاز. المهم يغلوا. اول ما بيوصل لدرجة الغليان بصفيهم في الكوباية بتاعتي دي على معلقة العسل الصغيرة. ولو عايزة تشربيه كده من غير اي حاجة خالص يبقى حلو خالص، لكن مش بقدر اشربه كده، فانا بشربه على العسل. يبقى تحط معلقة صغيرة، تحط نص معلقة على حسب انت عايزة قد ايه عسل تحطيه. ماشي؟ ده اختياري مش اجباري، لكن الثلاث مكونات دول هما الوصفة بتاعتنا يعني. ماشي؟ وهنحط نص ليمونة بس لما يهدى الخليط بتاعنا هوريكم. اول ما بيغلي هوريهولكم. هاي يا بنات، انا بعد ما غليته رحت صفيته في الكوبايه. هبصوا بجيب المنظر الجميل ده اهو. يبقى شكله كده، طعمه مش يعني طعمه لذيذ، مش حاجه وحشه، طعمه حلو. تحطي له سكر براحتك، تحطي له عسل براحتك. انا حاطه له عسل نحل، بس العسل النحل بتاعي بالاعشاب فلونه غامق. يعني العسل النحل لما تجيبيه انت فيه بالاعشاب وفيه ساده وفيه كذا يعني طعم. فانت براحتك. اللي انا جايباه غامق، فمدي لون غامق تاني في المشروب بتاعي. بس هو المشروب لذيذ بجد، والعسل النحل ليه فوائد حلوة خالص. استنى عليه لما يهدى شوية، مش يبرد خالص، يعني يبقى دافي دافيان. اعصر عليه نص ليمونة وبعد كده بس يبقى المشروب بتاعي جاهز تشربيه في منتهى الجمال. عشان نغسل الاعشاب بتاعتنا يا بنات، انا بجيب المصفاية بحط الاعشاب بتاعتي فيها في الاول وبغسلها تحت الحنفية. ليه بنحطها في المصفاية؟ علشان لو غسلتيهم كده وهم في الطبق مش هتعرفي تلميهم تاني، لكن تحطيهم في المصفاية وتغسليهم كده تحت الحنفية وخلاص على كده. وبعد كده تحطيهم في اي حاجة تغليهم، يبقوا بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. اللي احنا غليناه ده انا عملت منه الكوباية، وبعد كده سبت شوية مية سخنين على باقي الخليط، واسيبهم لليل. يعني اسيبهم لليل، ما نكبوش ونرميه، ده خسارة. ليه؟ نعمل عليه مرة تاني بالليل. المشروب ده يشرب مرتين، مرة الصبح ومرة الليل. بالليل قبل يعني اخر حاجة تاكلي لغاية الساعة 7 وخلاص. وبعد كده تبطل اكل خالص، وتعمل المشروب ده وتشربيه وتنامي تحسي بنشاط وتقومي فظيعة. بجد المشروب ده صحي صحي بأمان يا بنات. يبقى احنا باقي الخليط ده مش هنرميه ولا هنكبه،
هنسيبه في المية بتاعته لغاية بالليل. ماشي. بالليل عاد نعمل ايه؟ نغليه تاني على النار، نزود عليه شوية مية، على كد كوباية يعني، كد الكوباية اللي هتشربيها، تزود على الخليط بتاعك علشان هما شوية صغننين، هم اللي قاعدين شوية صغيرين. ماشي. فانا هزود عليهم شوية مية تاني، واروح عاملة غلياهم بالليل وشرباهم. اللي بيقعد عاد ده يا بنات بيبقى مركز، بيبقى فظيع. بذر الكتان يعني لما كأنك بتنقعيه البذر الكتان مع الكمون مع مع النعناع، بيدي طعم جميل لما بيقعد، وبعد كده تغليه بيبقى طعمه لذيذ. يعني احنا غلينا اول مرة وشربناها اهو، والبتاعات التانيين باقيهم مش هنكبهم، يعني مش نغلي كل مرة نجيب معلقة كمون ومعلقة، لا، معلقة الكمون ومعلقة النعناع ومعلقة بذر الكتان ده بنعمل منه مرتين. يعني هي المعلقة دي بنعملها مرتين، مرة بنشربها الصبح والباقيين نسيبهم في الغلاية اللي غلينا فيها مع شوية مية سخنين. ماشي، شوية مية صغننين، ونسيبهم بالليل عاد نغليهم تاني، نزود المية ونغليهم على قد ما هتشربوا كوبايتك وبس، على كده. وبعد كده نكبهم، يعني هما يشربوا الصبح وبالليل وبعد كده يتكبوا خلاص. ماشي. وبالليل نعمل نفس الطريقة، نغليهم ونستنى عليه لما يهدى، نروح عصرين عليه نص ليمونة ونشربهم وننام. أهم حاجة تظبطوا أكلكم، مش المشروب بس يا بنات. ماشي. بس المشروب ده بأمانة فظيع، جربوه، واللي يجرب ويعمل معاه نتيجة يدعيلي، وغير كده يكتب لي كومنتات. واللي يعجب الفيديو بتاعي يا ريت يشيره عنده على القناة علشان العدد يكبر. القناة بتاعتي عايزاها تتشهر وهي بطيئة خالص. ماشي. باي يا حبايبي.